السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متابعينا ومشاهدينا الأعزاء. اليوم إن شاء الله راح نديرو تاني وصفات العيد اللي هي حلوة الفاز. كما راكم تشوفوا تتشبه للفاز. وغرسنا لكم فيها الورد ثلاثة زين، وعمرنا الفاز تاعنا بحشوة بزاف بنينة واقتصادية، بالكاوكاو والمعجون. الوصفة هذه مختلفة كامل على وصفة المهراز اللي يحشيوها بالشوكولاتة. يعني استعملنا نفس المول، لكن باه نخرجوا لكم وصفة بذوق وشكل أجمل وألذ وبعيد عن الشوكولاتة. نبداو تحضير العجينة تاعنا. راح نخلطو 125 غرام مارغرين. طبعا نكونوا خرجناها من الثلاجة باه تولي طرية وتسهلنا الخدمة بها كي نخلطوها. راح نخلطوها مع 20 غرام سكر رطب، قسم غرفة ونصف تاع أكل. نخلطوهم حتى يمتزجوا مليح، ومن بعد نضيفوا لهم حبة بيض. الآن نضيفوا 20 غرام زيت، قيس ملعقة كبيرة، ونكملوا نخلطوا. من بعد نضيفوا لافاني ملعقة صغيرة. والآن نضيفوا الفرينة حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة. هايلة العجينة تاعنا واجدة. بعد ما حضرنا العجينة تاعنا نروحو نحضروا الحشوة. راح نخلطوا 60 غرام زبدة أو مارغرين مع 50 غرام سكر ناعم. كي نخلطوهم مليح نبداو نضيفو لهم زوج حبات بيض. نضيفوهم حبة حبة ونكملو نخلطو حتى يمتزج مليح الخليط. والآن نضيفو نص بول تاع الكاوكاو اللي كنا حمصناه مليح ومن بعد رحيناه. نضيفوه للمزيج. البول اللي تستعملوه هو البول اللي نستعملوه للشوربة، أو ديروا كاس ونص. أنا هنا المهم نمد الذوق تاع الكاوكاو في الحشوة تاعنا. الحشوة تاعنا لازم تجينا جارية ماشي يابسة، معناتها ما تعمروش بزاف بالكاوكاو. الآن بعد ما وجدنا الحشوة والعجينة نبداو نشكلو حلوتنا في المول هذا اللي راكم تشوفوني نخدم به. راح تلقاوه يتباع في كل بلاصة. بعد ما درنا العجينة في المول راح نضيفو أولا المعجون تاع المشماش، باه يمدلنا القروصية والبنة تاع المعجون. من بعد نضيفو الحشوة تاعنا. ما نعمروهاش مليح، كيما راكم تشوفوني ندير، باه ما تفيضلناش كي نطيبوها لأنه راح تتنفخ. كي طابت نزيدو من الفوق المعجون، وفوق المعجون نضيفو الكاوكاو المحمص والمرحي. لازم تحمصوه مليح باه يجي بنين، لانه الكاوكاو البنة تاعو كي يتحمص مليح. هنا نوجدو التزيين تاعنا اللي هو الورد اللي راح نزينو بيهم الفاز تاعنا. كل واحد وش يحب يدير ديكور وتزيين، واي نوع تاع ورد تحبو تحطوه. هاي اللي حلوتنا تاع اليوم. تاني حلويات العيد، إن شاء الله تكون عجبتكم وصفة اليوم وتجربوها. صحة فطوركم وإلى الملتقى إن شاء الله ودمتم سالمين.